هجيب بقى مقلايه على النار، وبرده هطلع الكفته الاقتصاديه اللي كنا عاملينها مع بعض واحطها فيها. هحط معلقه سمنه فلاحي وبعدين ارص فيها الكفته دي جريلا مربعه. ماشي. حطينا كده معلقه السمنه الفلاحي، نبدا نجيب الكفته بتاعتنا بقى ونرصها، ونفضل نشوي فيها على الناحيه دي وعلى الناحيه دي لغايه ما تنجزي اللي انت عايزاه. دي الكفته الاقتصاديه اللي محطوط فيها حمص وصدور فراخ. حطيتها اهي في المقلايه بعد ما حطيت معلقه الزبده اللي فاكرين اللي كنا حاطين فيها حمص وحاطين فيها لحمه مفرومه وحمص مبلول وبصل وبهارات وكده. طبعا انا كنت عامله منها مكوره وعامله منها مستطيل وعامله منها همبرجر، بعمل منها كل حاجه، وعامله منها عصاج رهيبه جدا وموفره معاكم. حطينا كده معلقه السمنه الفلاحي، نبدا نجيب الكفته بتاعتنا بقى ونرصها، ونفضل نشوي فيها على الناحيه دي وعلى الناحيه دي لغايه ما تنجزي اللي انت عايزاه. دي الكفته الاقتصاديه اللي محطوط فيها حمص وصدور فراخ. هتني بقى شغاله في شوي الكفته بتاعتي لغايه ما تدي عندي نتيجه كويسه، تستوي كويس. تقلبيها على الناحيه دي وتقلبيها على الناحيه دي طول ما انت واقفه قدامها. طبعا انا مطلعاها عشان خاطر تسيح. بصوا كده انا قلبتها اهي على الناحيه التانية برضو تستوي، وتفضلي تقلبيها على الاربع اتجاهات لغايه ما تستوي. اول ما تستوي يلا تعالوا بصوا كده، ده الفطار النهارده مع الشربات، جميل جدا وصحي، وعاملين كمان معاه رز بسمتي. دي الكفته الاقتصاديه اللي كنا عاملينها مع بعض، كفته الحمص والسمبوسك اللحمه والسمبوسك الجبنه، ودي اهم حاجه عندنا هنا في